السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناشد سيادة الرئيس، أبو الكل، الأب الحنون اللي عيشنا في أمن وأمان. أنا حاليا ليا مشكلة عند سيادتك، بعون الله. أنا أمي لحضرتك وأتشرف إن أنت تكون ابني. أنا ست كبيرة مسنة، عندي 75 سنة، ودلوقتي أنا ساكنة من سنة 97، من سنة 97 وبدفع إيجاري الحمد لله، مش مقصرة في أي حاجة، وواخدة الشقة على الطوب الأحمر، وعملت كل حاجة على حسابي. ست كبيرة، وكل ما يعني كنت بحوش من معاشي واعمل حاجة في الشقة، لدرجة حضرتك أنا مصوراها اهي، ولدرجة مدخلة المية على حسابي والنور على حسابي، وأنا أول واحدة ساكنة في البيت. البيت كان لسه ما فيش حد فيه، وأنا دافعة مقدم 11,000 سنة 97، والإيجار 140، يعني إيجاري ما كانش قليل ولا المقدم كان قليل. حضرتك قعدت السنين دي كلها بدون أي مشاكل، بالعكس كنا كويسين مع بعضنا، ما فيش أي حاجة، والحمد لله. أنا ست كبيرة وأنا ماليش حد، ليا ربنا ثم حضرتك. ليا ابني كان بيعولني وتوفى هو وابنه في حادث، ومع ذلك ليا ابني التاني مريض. أروح فين؟ مين يعولني بعد الله؟ هو اللي بيعين الكل ربنا. بس أنا بناشد سيادتك، الوقت عمل لي قضية طرد، وأنا الوقت في انتظار الحكم. اتحكمت بس لسه في انتظار المدة، وأنا مش عارفة أروح فين. لدرجة قعدت عملت له، يعني قاعدة مع ناس جيراني كلهم زعلانين عليا، والبيت كله مشهرة عشان كلمة مشهرة، والبيت كله مشهرة والمنطقة كلها مشهرة. هل نخرج بره في الشارع يا باشا؟ نخرج بره يا سيادة الأب الحنون؟ أنا دلوقتي أنا بعتبرك، أنا ست كبيرة بس بعتبرك ابني وأبويا وكل حاجة لينا، ومنصف للغلابة الحمد لله. فحضرتك دلوقتي عمل لي قضية طرد، ومع ذلك قلت له علي الإيجار، بعت له ناس وقلت له علي الإيجار، وأنا تحت أمرك زي ما تؤمر اعمل لي، زي ما الحكومة بتقول. أنا بدفع 140، 10 أضعاف، خد يا سيدي 1400، وربنا يعلم أنا معاشي 4000. قلت مش مشكلة، ما كلش، بس أقعد بين 4 حيطان سترني، لأني ماليش حد. ليا ابني وصاحب مرض، هو ده اللي فاضل لي، والحمد لله. وأنا شاكر ربنا على كل ابتلاء، والحمد لله. فأنا دلوقتي حضرتك بناشد حضرتك، فدني أروح فين؟ أترمي في الشارع ولا أروح فين؟ وفاضل لي 10 أيام من تنفيذ الحكم، أروح فيهم فين يا باشا؟ واديك شايف شقتي عامله فيها كل حاجه، دي بس الصاله عاملاها والله العظيم، واخداها على الطوب الاحمر، وعامله كل المرافق. وشوف حضرتك دفع مقدم، هل المشاهره بيدفع لها مقدم؟ فحضرتك احكم بالحق، وانا عارفه انت صاحب الحق كله. ربنا يخليك لينا ولأمة العرب كلها يا رب. حضرتك انصفني، اروح فين؟ والوقت فاضل لي 10 ايام للتنفيذ، اروح فين يا باشا؟ وابني صاحب مرض ومعاه عيال، وربنا اللي بيعول. وابني التاني اللي هو كان بيعولني رحمة الله عليه، هو وابنه ماتوا في حادث. فالحمد لله أنا بحمد ربنا على كل اللي بيجيبه. بس أنا عايزة نصلح حيطة بس تسترني لحد ما تلاقى بوجه رب الكريم، لحد ما ربنا، أنا بقول يا رب ثبتني على ديني وفي مكاني لحد لقى وجهك الكريم. فأنا حضرتك أنا بناشدك وبناشد كل مسؤول يبث في قضيتي كلمة مشاهرة ترمينا في الشارع يا بيه، رغم ان انا بقول لحضرتك دفع مقدم 11,000 والله، وبيت شعبي في بلاء الدكرور، يعني مش عمارة ولا اسانسير ولا الكلام ده. احنا الحمد لله مستورين والحمد لله. بس يعني حضرتك بس في موضوع اترمي في الشارع، اجي لسيادتك، اجي فين؟ اروح فين؟ طيب اروح فين؟ ام بتناشد ابنها، مش اقول رئيس، انت ابني وابن المصريين كلها. ربنا ينجيك ويحطك في دقيقه وينصرك على مين يعاديك. شوف موضوعي، انا سايبه الامر لله اولا ثم حضرتك. وفدني يا باشا، فدني لأم بتترجى ربنا ثم حضرتك. بس في قضيتي انا استنى لحد ما يرموني في الشارع يا بيه؟ فاضل لي 10 ايام بقضية طرد، بقالهم 5 سنين يضحوا معايا، والله ما كنت بحوش من قوتي كده عشان المحامين، ومع ذلك جابوا لي عملية الطرد. ليه؟ عشان انا ست كبيرة اترمي في الشارع؟ هم الكبار يا باشا يترموا في الشارع؟
احنا في كل اللي بيناشد حضرتك الوقت بكلمه مشاهره او الايجار القديم كلهم ناس كبيره، ما فيهمش شباب ولا عيال صغيره، كلهم ناس كبيره. يروحوا فين يا باشا؟ دي بلدنا ووطننا، نروح فين؟ اعمل خيمه يا بيه واقعد في الشارع واكتب عليها ان انا ست مسنه ورموني في الشارع، ولا اعمل ايه؟ انا بناشد حضرتك فدني يا باشا، فدني يا سياده الرئيس، فدني يا ابو الامه كلها، الامه العربيه وبلدنا يا رب. الحمد لله. ما وانا مستنيه تفيدني يا باشا. وبناشد وزير العدل، هل ده العدل؟ بيقولوا ايه؟ الرحمه قبل العدل. انا قلتها، وقفت قدام القاضي وقلت له كده، قلت له يا باشا الرحمه قبل العدل. لكن اهو اعمل ايه؟ حكموا عليا بالطرد. اروح فين يا باشا؟ اروح فين يا سياده الرئيس؟ يا اللي نزلت وانتخبتك وبقيت اخد ولاد ابني معايا وانزل فيهم بالتحرير على قد كوبري ده بالعجاز عشان اقول، عشان يكون تاريخ في ايامهم. بقيت انزل وانتخب حضرتك واحط صورتك على قلبي واقول، وعيال الولاد ابني كانوا صغيرين اللي هو اللي توفى، بقيت اخدهم وانزل ميدان التحرير واحط صورتك على قلبي وناشد بكل قلبي وبكل روح، لان وقتها حقتك كنت تستحق وما زلت تستحق الحب الوطن ليك. احنا مستنيين الرد من حضرتك يا رب، فاهم؟ ان شاء الله تفيدني يا رب. معلش انا ست كبيره وقاعده في قلق، انا بترعش من شده القلق اللي انا فيها. يعني بعد 30 سنه يرميني بره؟ طب يعلي عليا الايجار، انا مواجبه. هو علّى على بتوع البيت رغم ان البيت كله مشهره، ما بيقول لها همسككم واحد واحد. ربنا ان شاء الله ربنا فوق الكل. علّى عليهم 1400 من 140 و7 سنين. قلت له يا سيدي اعملني زيهم، من 140 خليها ب7 سنين. فانا عايزه الحكم من عند الله اولا ثم حضرتك. بس انا ما بتكلمش الا للاب الحنون، اب الامه العربيه كلها، لان انت بتنجي كل انسان، وكل انسان محتاج لك بتنجيه بعد ربنا سبحان الله وتعالى. وربنا يكتب لك في كل خطوه سلام. وفدني يا سياده الرئيس، وفدني يا وزير العدل. انا بناشد الكل، انا ست كبيره وراعوا ربنا، والرحمه قبل العدل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصل صوتك.